تيجوا نشوف وصفة البرتقال الأكثر من رائعة. وصفتنا النهاردة أنا عاملة عصير برتقال، عايزة أوريكم بس القوام بتاعه عامل إزاي. حاجة كده خطير 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 خطير. إن شاء الله تعجبكم الوصفة دي جدا جدا جدا. وعايزة أقول لكم بقى حاجة هتفرحكم أكتر، إن أطفالكم كمان هيطلبوها، لأن أنا جربتها والأطفال في العيلة عندنا بقوا برضو يطلبوها، اللي هو اعملي لنا العصير اللي عملتيه لنا واحنا رايحين المدرسه. فهتغنيكوا جدا ان انتوا تجيبوا العصائر المعلبه، لان طبعا اكيد الاطفال بتوعنا كلهم مش بنقدر ان احنا نقول لهم لا ما تجيبوش العصاير دي، فلازم نعمل لهم حاجه بديله وتكون حاجه مفيده. ما اعتقدش هيبقى فيه مفيد اكتر من العصير اللذيذ الخطير المجرم اللي طعمه بجد يجنن. فبتيجوا بقى نشوف انا عملته بمكونات بسيطه جدا. يلا بينا نبدا نشوف خطوات وصفتنا ايه. يلا بينا. عندي 3 برتقانات انا قطعتهم وشلت منهم القشور البيضاء اللي بتبقى بره دي، وشلت الخط الابيض اللي بقى في الوسط هنا ده. وعندي جزرتين كبار قطعتهم وخدت بشر البرتقان. وعندي رشة فانيليا، ومعانا ربع كوباية سكر. مية بتغلي على النار، هنحط شوية مية، كوبايتين مية، وننزل بالجزر بسم الله. وبعدين هننزل بقشر البرتقال، هننزل بربع كوباية السكر. طبعا تقدري تزودي السكر، بس انا بالنسبة لي ربع كوباية كافي جدا على المقدار اللي انا حطيته معاه. طبعا هنسيبهم على النار، نقلبهم تقليبة كده، هنسيبهم لحد لما الجزر بتاعنا يستوي. طبعا بعد ما الجزر عندنا استوى هننزل برشة فانيليا. ممكن تستغني عن الفانيليا وممكن تستغني عن السكر، بس انا يعني عامله لكم الوصفه زي ما انا جربتها وطعمها مجرم مجرم. تقليبه بقى كده على النار بسم الله. هنقفل بقى على الكلام ده كله. استنى بس الموضوع يهدى شويه كده، مش عايزين الميه تكون سخنه قوي. وبعدين هنبدا نروح على الكبه. هنبدا طبعا نحط البرتقال. حلوه البرتقال دي. ننزل بكميه الجزر، نحط الجزر وبشر البرتقال. طبعا اهم حاجه الميه دي بسم الله. وبكده تكون خلصت وصفتنا اللي اكتر من رائعه. انا عايزه اقول لكم متابعيني عارفين ان انا بحب البرتقال جدا، بحب افطر عصير برتقال يكون فريش. بس البرتقال ده بقى مش لمحبين البرتقال بس، لا، الناس كمان اللي مش بتحب البرتقال هتشربه بالطريقه دي خطير. عايزه اقول لكم ان انا الاطفال اللي عندنا في العائله بقيت اعملها لهم في الازايز بتاعه المدرسه. عايزه اقول لكم والله العظيم بيقولوا لي لا اعملي لنا تاني من العصير ده. عجبهم جدا طعمه، حاجه كده خيال. طبعا بيتحط في التلاجة، بتعمليه مثلا قبل المدرسه من بالليل، والصبح بتحطيها لهم في الازايز بتاعتهم. هيعجبهم جدا 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 عن تجربه. وعايزه برضه اقول لكم حاجه، ان انا اصلا ما بحبش العصاير المعلبه، ما بقتنعش بيها خالص، لان هي مبقاش طعمها اصلا. يعني اكتر حاجه عمري ما احب اشربها ابدا هي العصاير المعلبه، ما عدا يعني نوع كده معين بيبيع الحاجات فريش، هو ماركه كلنا عارفينها، فبحب عشان هما بقوا عاملين حاجات بيور شويه، فانا ممكن اشرب منها بس مش دايما برضه.
يعني انا احب اعصر العصير كده في لحظتها واشربه. فالعصير ده هيعجب اطفالكم جدا جدا. وعايزه اوريكم برضو القوام بتاعه. بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي، اقرب لكم اكتر. تقدري طبعا تخففي او تتقليه شويه، وتقدري تلغي خالص السكر. وبكده تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، اللي لسه مشتركش في القناه اعمل لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.